السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبر والنحل، القناة التعليمية. أعمال النحال في شهر 8 شهر أغسطس. يعتبر هذا الشهر فترة انتقالية مميزة للأخ النحال. ما هي الإجراءات التي يجب على أخونا النحال القيام بها في هذه الفترة، خصوصا المناطق الساحلية؟ الرسالة موجهة لإخواننا في السواحل. ما هي الإجراءات التي يجب عليكم القيام بها في هذه الفترة، وهي إجراءات مهمة تطرق إليها أستاذنا الفاضل أستاذ عايش الأهدل من اليمن، وسيكون لنا لقاء في الجزء الثاني والحديث حول المناطق الدافئة في أعمال النحال في شهر 8. فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بفضل المولى سبحانه وتعالى سنتحدث اليوم بمحاضرة مختصرة حول أعمال النحال بشهر 8، بمعنى ما هي الإجراءات الواجب على مربي النحل بالجمهورية اليمنية وما في مستواها من المناطق والدول التي مناخها وأجواءها بالجزيرة العربية تضاهي وتساوي مناطق وطقس ومناخ الجمهورية اليمنية. هذا العام طبعا يعتبر عاما استثنائيا بسبب تأخر الأمطار عن موعدها، لذلك معظم الزملاء يتصلون ويراسلون ويسألون ما هي الإجراءات التي ممكن يعملوها في مثل هذه الظروف، خصوصا أنه الأمطار تأخرت، وعند تأخر الأمطار سبب لهم إرباكا كبيرا، خصوصا للزملاء الذين حاليا يتجهزون ويستعدون لاحتفالية السدر القادمة. الإجراءات والأعمال التي تحدثنا عنها بشهر يوليو بشهر 7، إذا كان النحال استمع إلى المحاضرة بشكل دقيق ودون نقاطها الهامة وقام بتنفيذ هذه الإجراءات وهذه الأعمال بشهر 7، فباعتقادي الشخصي سيكون النحال قد تجاوز مرحلة كبيرة جدا من رعاية نحله والاهتمام به. أما النحال الذي لم يستطع أنه يقوم بالإجراءات التي تحدثنا عنها بشهر يوليو بشهر 7، خصوصا هذا الآن بالجمهورية اليمنية يعتبر كان شهر 7 مقياس دقيق لأعمال النحال، وكما أطلقنا على شهر 6 هذا العام وشهر 7 امتدادا لبعضهما بأشهر التغذية البديلة، لأنه بحق كانت المرائي شحيحة وكانت المرائي جافة، وتأخر الأمطار كما أسلفنا سبب إرباكا شديدا. بالمختصر، إذا النحال قام بإجراءات ممتازة في شهر 6 وشهر 7 واستفاد من المحاضرات التي شرحناها وقلناها في شهري يونيو ويوليو، فما على النحال إلا أنه بهذه الفترة، خصوصا النحال الواقع بالمناطق التي لم تهطل عليها أمطار حتى هذا اليوم، أو أنه هطلت أمطار والمراعي ما زالت متأخرة، على النحال الاستمرار في الإجراءات التي تحدثنا عنها بشهر يوليو امتدادا لشهر أغسطس الشهر الثامن. أيضا هناك عدد من الإجراءات سنتحدث عنها بالتفصيل بشهر أغسطس، على النحال الاهتمام بهذه الإجراءات حتى يتسنى له المشاركة باحتفالية السدر التي ستبدأ بمنتصف سبتمبر القادم من عامنا هذا 2025. كما تقدم معكم من أول هذا العام 2025 إلى شهر أغسطس الجاري، هناك عدد من المجموعات قمنا بتقسيم المراعي بالجمهورية اليمنية وفقا لهذه المجموعات، والتي تمثل كل مجموعة أنماط من التربية النحلية
مناطق كبيرة ومناطق واسعة جدا، استطعنا أننا نقوم بتقسيمها وفقا لخصائص كل منطقة أو كل مجموعة من هذه المجموعات. والمجموعة الأولى عندنا وهي مجموعة السواحل، ونخص منها بالذكر مجموعة سواحل تهامة مرائي العلقة خصوصا. مجموعة سواحل تهامة هذا الآن يؤد عاما استثنائيا بالنسبة لمرائي تهامة. ما زالت المرائي ممتازة إلى يومنا هذا، وما زالت السواحل سواحل تهامة تزخر بمرائي ممتازة جدا جدا من شجيرة العلقة التي ما تزال إلى يومنا هذا وهي بحالة جيدة وذات تدفق كبير جدا لحبوب اللقاح. هذا التدفق طبعا استفاد منه نحال ونحالي هذه المناطق، سواء النحالين المقيمين أو النحالة الوافدة من عدد من مناطق الجمهورية، ما زالوا مستفيدين من هذه المراعي التي تمتد من حرض إلى منطقة المخا. كل هذه المساحة الكبيرة ما زالت المراعي فيها ممتازة جدا، حتى وإن كانت درجة الحرارة تعتبر ذات مقاييس كبيرة جدا وذات ارتفاع شديد في درجة الحرارة، لكن ما زالت المراعي إلى يومنا هذا تعتبر مراعي ممتازة جدا ذات تدفق لحبوب اللقاح، والنحل ما زال فيها بحالة جيدة، والحضنة ما زال موجودة، والنحل ما زال كثيف بذات كثافة في عدد الشغالات. أيضا هناك عدد كبير من الزملاء حاليا يقومون بعملية التقاسيم. أيضا ما زالت الخلايا تزخر بخزين ممتاز جدا من خبز النحل يساعدها في مقاومة ومساندة ما يحدث الآن، خصوصا من ارتفاع أيضا كبير في درجة الحرارة وهبوب الرياح الشمالية الغربية التي أثرت على المرائي جزئيا، لكن الخزين داخل الخلايا ما زال هو الدائم الأساسي للخلايا، وما زالت الخلايا بحالة ممتازة جدا. من أهم الإجراءات التي نوصي بها مجموعة السواحل التهامية عليهم القيام بعملية تزويد المناحل بالفيتامينات، تزويد المناحل بالفيتامينات خصوصا فيتامين سي. هذا الأمر بيعطي النحل طاقة. هذه الطاقة تساعد في المساهمة في رفع مناعته، كذلك تقلل من جهده الحراري. معظم المناحل التي قمت بفحصها وزيارتها لاحظت ملاحظة دقيقة جدا إنه الحرارة أثرت على المناحل، الجهد الحراري منهك. معظم المناحل التي فحصتها وزرتها وشاهدتها تعاني من الجهد الحراري. هذا الجهد الحراري واضح تماما على النحل عندما ترفع الإطار وتشاهد النحلة نفسها تعاني من الإجهاد، حتى أنني شاهدت أنه النحل بدأ هزيلا وبدأ حجمه وشكله يوحي بأنه متأثر جدا بالجهد الحراري. لكن المناحل التي زرتها وأعطيت النصائح لأصحابها بتزويدها بالفيتامينات خصوصا فيتامين سي بالشكل الذي شرحناه في المحاضرات السابقة، وجدت أن هذه المناحل بدأ عليها التحسن، ووجدت أنه النحلة نفسها بدأت بحالة جيدة. أيضا لاحظت أنه المناحل التي اهتم بها أصحابها وزودوها بالفيتامينات وجدنا أنها تطورت أفضل من المناحل التي تركت على ما هي عليه، فقط يزودوها بتغذية سكرية. تغذية سكرية مفيدة جدا جدا بتهامة، لكن تغذية سكرية مع الفيتامينات المساعدة في رفع مناعة النحل، هذا بيعطي النحل دافئية أكبر ويجعله يقاوم درجة الحرارة أكثر، وأيضا يجعله يستفيد من خبز النحل المخزن داخل الخلايا، ومن ثم استهلاكه، ويشجع الملكة على التوسعة في وضع البيض. هذا الكلام طبعا استنتجته من زياراتي لمناحل الزملاء بسهل تهامة، أيضا للمناحل التي أعطيتهم هذه الملاحظات واستفدت
استفادوا منها، وجدت فرقا كبيرا بين المناحل التي زودت بفيتامين سي والمناحل التي لم تزود بهذا الفيتامين، نظرا لما هذا الفيتامين من عملية تساعد النحل في تجاوز الجهد الحراري المؤثر عليه خلال هذه الأيام. من الإجراءات أيضا التي أنصح بها الزملاء الذين ما زالوا نازلين بسير التهامة بمناحلهم على مراء العلقة ألا يقوموا بفرز الخلايا فرزا جائرا. أنصح دائما أنه إذا أراد النحال أنه يقلل من الأعسال الموجودة داخل الخلايا خصوصا بالمناطق الحارة، فإننا ننصح فقط باستخراج الأعسال المخطومة. أي أسل مختم الإطارات على النحال فورا أنه يقوم بفرز هذه الإطارات، خصوصا إذا كانت الإطارات زائدة يبدأ يتخلص من الإطارات السوداء والإطارات البنية استعدادا لتبديلها إن شاء الله، خصوصا في المناطق التهامية التي ما زال النحل يقوم بمط الإطارات فيها. معروف للجميع أنه كلما كانت الأعسال داخل الخلية مكدسة ومختمة هذا بيساهم في ارتفاع درجة الحرارة، لكن عندما يقوم النحال بفرز كل الأعسال الموجودة داخل الخلية في المناطق الحارة فإن ذلك يؤرض المنحل أو يؤرض الخلية لصدمة. هذه الصدمة تعمل على تأثير على مستوى وتطور الخلية ومن ثم انهيارها. خصوصا الزملاء الذين قاموا بفرز الأعسال من الخلايا تواصلوا بي ويشكون أنه النحل انهار وأنه الريش أو الشغالات اختفت من أعدادها الكبيرة، قلت أو اختفت من الخلايا. مباشرة سألت النحال هل قمت بالفرز؟ قال نعم قمت بالفرز. أي نحال فرز الأعسال كامل من داخل الخلايا فإنه النحل لا يستطيع مقاومة الحرارة، لأنه النحل يستخدم الأعسال كمواد كربوهيدراتية في استهلاكها كطاقة ومن ثم تحويل هذه الطاقة إلى جهد يقلل به الجهد الحراري المؤثر عليه. لكن للأسف الشديد ما زال هناك عدد كبير من الزملاء قاموا بفرز الخلايا ومن ثم تسبب هذا الفرز الجائر أو هذا القط أو القص أو الجني الجائر للعيدان البلدي تسبب في انهيار عدد كبير من المناحل في المناطق الحارة. كذلك من أهم الملاحظات التي أوصوا بها في هذه المحاضرة أنه المناحل التي بتهامة ولم يستخدم أصحابها التوصيات التي قلناها في شهر 6 وشهر 7 للأسف الشديد يعانون الآن من انهيار كبير لمناحلهم بسبب أنهم لم يعملوا بتلك الإجراءات التي تحدثنا عنها، والتي كان من أهم هذه الإجراءات كان توفير الظل وتوفير المياه والقيام برش أرضية المناحل أثناء الظهيرة. لكن للأسف الشديد لم يهتموا بهذا الأمر وأدى ذلك إلى انهيار عدد كبير من المناحل وضعفها ضعفا شديدا بسبب عدم الاستفادة مما قلناه بشهري 6 وشهر 7. من الملاحظات أيضا التي أتمنى أن الزملاء بالمجموعة الأولى وهي مجموعة السواحل التهامية أن يستفيدوا من هذا الوقت في تبديل الملكات. ما زال هناك وقت حتى وأن كان وقتا قصيرا لحضور طائر الوروار العدو الأول لتلقيح الملكات بتهامة. عليهم الآن القيام بتبديل الملكات لأنه الوقت لم يعد كافيا لتربية الملكات، فتربية الملكات سيكون تلقيح هذه الملكات في وقت دخول طائر الوروار وسيقوم بقتل هذه الملكات أثناء فترة التلقيح. على الزملاء الاستفادة من الوقت المتبقي والقيام بتبديل الملكات إذا كان لديهم نويات بملكات ملقحة. هذا الأمر بيعطي النحل دفعة قوية جدا في موسم الصدر القادم، لأنه الملكات القوية والملكات الفتية هي التي ستقوم بعملية تحضين سريعة جدا خلال الفترة المتبقية من موسم الصدر، سواء كان هذا الموسم بأول الموسم الصدري الكبير بمنتصف سبتمبر، أو كانوا يستهدفون المواسم الأخرى التي تلي ذلك بال20 من شهر أكتوبر ونخص بها المناطق التهامة والمناطق
المحاذية لتهامة من المحافظات القريبة على تهامة مثل حجة والمحويت وريمة وضمار. كذلك من أهم الإجراءات التي أتمنى أنه الزملاء بمجموعة التهايم والقاطنين الآن حاليا بمناحل بسهل تهامة عند عملية نقل المناحل خلال هذا الشهر، خلال شهر أغسطس، لأنه معروف أن شهر أغسطس بمنتصفه تقريبا ستكون هناك أمطار موسمية بكل سنة، أمطار موسمية على سهل تهامة، وبمجرد أن تبدأ هذه الأمطار يقوم الزملاء فورا بنقل المناحل إلى المرتفعات الحديدة أو المرتفعات الدافئة المحاذية لشريط محافظة الحديدة. عند نقل المناحل فإنه عادة ما يتعرضون إلى أنه المناحل تنهار. سبب الانهيار هو عدم تدخلهم بتزويد المناحل بفيتامينات حتى لا يحدث تأثير للجهد الحراري الذي أسلفناه. الجهد الحراري طبعا مؤثر جدا جدا الآن. بمجرد أنك تنقل مناحلك إلى مناطق المرتفعات قم فورا بتزويدها لمدة 5 أيام متتالية بفيتامين سي. أيضا قم بتزويدها بأجينة الصبار أو شرايح الصبار أو الصبار المباشر مع التغذية السكرية كما شرحناها بمحاضرات سابقة. هذا الأمر بيرفع من مناعة النحل وبيساعد في تقليل الجهد الحراري، ومن ثم إن شاء الله تحضر هذه المرائي هذه المناطق، ومن ثم تحضر احتفالية السدر بمنتصف سبتمبر والأمور عندك تمام. لكن إذا نقلت نحلك مباشرة الآن من تهامة إلى مرائي لم تتفتح أزهارها فقط هطلت أمطار، فالأمطار عندما تهطل تصبح الأرض طين ولا يوجد هناك زهرات. فقبل أن تنقل نحلك قم بعملية فحص المرائي التي تنقل إليها وتأكد أنه هناك زهرات فتحت جديدة ومرائي جديدة حتى يحدث تدفق لحبوب اللقاح، ومن ثم النحل لا ينهار بسبب أنه كان بتهامة هناك تدفق لحبوب لقاح شجرة الألقى أو شجيرة الألقى. بمجرد أنك تقوم بنقله إلى إما محافظة صنعاء أو حجة أو المحويت أو ضمار أو ريمة، بمجرد أنك تنقله ولا يوجد هناك أي تدفق لحبوب اللقاح مباشرة النحل بينهار بسبب الصدمة التي تحدث له بسبب نقله من مرأى ممتاز إلى مرأى غير ممتاز، ومن ثم أيضا تأثره بالجهد الحراري الذي نقلته منه فمباشرة بينهار عليك القيام بعملية تزويده بفيتامين سي حتى يستطيع موازنة نفسه ومن ثم الانطلاقة مرة ثانية إن شاء الله. من أهم الإجراءات أيضا التي أوصي بها بسكان سهل التهامة وسواحل تهامة خصوصا بشهر أغسطس شهر 8 الشهر الميلادي الثامن لهذا العام 2025 القيام بعملية تزويد المناحل بتغذية بروتينية. هذه التغذية البروتينية المنوعة والتي شرحناها بأكثر من محاضرة عليهم الآن وفورا تزويد المناحل بهذه الأجنة البروتينية. طبعا هناك عدد كبير من الزملاء بيقولوا أنه هناك تخزين لحبوب اللقاح وهناك تدفق لحبوب هناك تخزين لخبز النحل داخل الخلايا والإيدان وهناك تدفق لحبوب اللقاح. نعم هناك تخزين لخبز النحل وهناك تدفق لحبوب اللقاح، لكنه خصوصا في هذه المرحلة أحادي الزهرة فقط من شجرة الألقى. إذا زودت النحل بأجنة ستلاحظ الفرق الكبير بالتنوع البروتيني داخل الخلية، ومن ثم سينتج عن ذلك حضنة ممتازة جدا. هذه الحضنة تساعد وتساهم في التتابع العمري للحضنة، ومن ثم تستمر خلاياك متماسكة وقوية حتى بعد هطول الأمطار أو نقلها إلى المناطق الدافئة، فإنها لا تتأثر أبدا بسبب هذا التنوع البروتيني اللي ساهم النحال فيه. فما على النحالين بالساكنين بمناطق تهامة الآن القيام بتزويد المناحل بتغذية بروتينية، عجائن بروتينية مصنوعة بيتيا، وقد شرحناها وتكلمنا عنها في محاضرات كثيرة وكبيرة.